السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن بديل لتربية الفراخ البيضاء، وبإذن الله يجيب معاك أرباح كويسة، والفيديو موجود على القناة تقدروا ترجعوا له. ويعني إيه بيتكلف تكاليف أقل وبيجيب أرباح بإذن الله أكتر من تربية الفراخ البيضاء، وكمان بيستحمل معاك في البرد والكلام ده كله. هو تربية البط الإيه؟ البط المولر أو البط المستورد بعين حمراء. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات في عندنا بط منه محلي والكلام ده كله، ده يعتبر بط محلي. البط ده بيجيب موازين قد إيه؟ بيجيب تقريبا من 3.5 لغايه 4 كيلو حوالي في شهرين. انما دوكا بالصلاه على النبي كده بيجيب تقريبا 5 كيلو في حدود 45 يوم على صافي. وطبعا هو بيبقى جاي متحضن زي ما قلنا للفيديو عشان بس ما نعيدش الكلام تاني للناس، وممكن ترجعوا للفيديو اللي موجود. وقارنا بينه وبين الابيض، عملنا يعني لو انت هنا هتصرف راس مال كبير عشان يجيب لك نفس العائد ده، بل ان هو بيجيب عائد اكبر. كنا قلنا احنا نقول لحضراتكم على ايه تكايتين اتنين، يعني واحده توفر لك في حكايه العلف، والثانيه ان انت ازاي تربي البط او ازاي تبتدي المشروع بتاع البط، ودي اللي احنا جايين نعمل عليها الفيديو النهارده. وبرضه هنعدكم ازاي توفر العلف. طبعا احنا عاملين فيديوهات كتير لخطوات كتير موجوده على القناه. انت لو جيت تخلط والبط ده عشان تخلطه ما يحصلش معاه مشاكل، نتكلم فيها باستفاضه شويه. يبقى انا اخلط له بعد ما البط بيقفل، اول ما البط يقفل ابتدي اخلطه. في حاله انك تاكله الخلطه دي انت هتوفر تقريبا 50 جنيه. احنا قلنا ارباح البط لو علف صافي تاخد 10 كيلو، فعندك الارباح تقريبا بتروح لايه ل 100 ل 150 جنيه او 150 جنيه. انت بقى لو اكلته الخلطه من العمر ده كمان بفضل الله تعمل معاك كمان وفره. هتاكل الخلطه مع العلف، يعني انت بتاكل علف هتبتدي بقى ايه تعمل كيلو علف مع كيلو خلطه. انت بتاكل 2 كيلو، لا هتاكل كيلو علف مع كيلو خلطه، هيفرق معاك وهيوفر معاك باذن الله تكاليف العلف. يوصل معاك ارباح البطه الواحده ل 200 جنيه، وده كمان هيزود معاك في ارباحك. طبعا الكلام ده ما ينفعش يتعمل مع الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء لازم تاكل علف صافي، وده كمان دي من مميزات البط. ابتدي بقى مشروع البط ازاي، ودي الناس كلها ايه بتسال فيها، يعني ازاي انا ابتدي مشروع البط ده واعمله. لازم ان انت لو انت ما عندكش خلفيه عن التربيه خالص، اول ما ابتدي مثلا ب 10 بطات تتعلم فيهم. ابتدي ب 10 بطات اتعلم فيهم، او 20 بط اجيبهم اربيهم ابتدي اعمل. وكمان انت مش بتتعلم بس، انت بتتعلم فيهم وبتعمل لنفسك حاجه اسمها سوق. انا دلوقتي الناس ما تعرفش ان انا عندي بط، اروح اربي 100 بط، طب اوزعهم ازاي؟ الناس تقول لك ده تقيل والناس مش عارفه، لكن انا لما اربي 10 او اربي 20 ابتدي اوزع منهم. يا جماعه انا عندي بط، الناس خدت منك المره دي، المره الجايه تبقى عارفه والبط مستنياك. ابتدي بقى اخلي ال 20 يبقوا 50 وال 50 ابتدي اوصل. يعني ما بتشتغلش اول ما اشتغل ما اشتغلش بال 100، اشتغل اول 10 او 20 زي ما قلت لكم. بفرش وبعمل سوق. ابتدي بقى اقول للناس تعالى اتفضل يا عم عندي بط، انا عندي بط، انا عندي بط. الاهليه كده خلاص احنا عرفنا. المره الجايه بربي يا جماعه انا عندي البط، هتلاقي الجماعه دول بيحجزوا منك وكمان على حبه كمان. ليه؟ لأن البط بطبعه مش كل الناس بتستهلكه زي الفراخ البيضاء. أنا عارف ناس كده تقول لك كده الفراخ البيضاء بتستهلك بسرعة ومسحوبة والكلام ده كله، لا البط لما ابتدي افرش سوق واعمل كده تربية في الثانية في الثالثة هيبتدي يبقى عندي ناس. يبقى قلنا التكايتين اللي اتكلمنا فيهم اهو. ازاي ابتدي المشروع؟ ابتدي المشروع ب 10 اتعلم فيهم برضه، ما اتضرش انا لا قدر الله حصلت مشكلة وانا لسه ما عنديش خبرة. لو انا بقى اقدر وعندي سوق وعندي ناس وعندي زبائن ياخدوا مني الحاجة مفيش أي مشكلة خالص. احنا عندنا تحصينات موجوده، الخلطات احنا اتكلمنا فيها للبط وخلطات كتيره كمان. يبقى هقدر اوفر في العلف وبالتالي هعمل سوق لنفسي. يبقى ابتدي ب 10، ال 10 خلوهم 20، بعد كده 50، ابتدي لل 100 وباذن الله نشتغل. وطبعا احنا فكرنا في البدائل دي ليه؟ نظرا اللي بيحصل في الفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء كانت دلوقتي اسعارها غاليه جدا ومتغاليه، يعني ايه مغلينا جدا وموقفين حال السوق وحال الدنيا كلها. فانا عاوز اعمل مشروع، انا كل واحد فينا عاوز يعمل مشروع. انت زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اوضه يا دوبك 20 متر هتربي فيها البط، لان الكثافه في البط غير الفراخ. يعني الفراخ بيتربى ال 10 في المتر، ال 10 بيتربوا في المتر، لكن البط 5 في المتر، 5 في المتر. يعني الاوضه ال 20 متر هتربي فيها كام؟ هتربي فيها 100 بطه، وباذن الله بيستحملوا وكثافته. وكمان احنا داخلين على البرد، البرد بيبقى بالنسبه للفراخ البيضاء فيه لا قدر الله امراض كتير وكلام من ده كله، لكن البط باذن الله يستحمل معانا، وباذن الله من غير مقاطعه ارباحه اكتر من الفراخ. وكمان انت هتشوف ايه اللي عملنا دوره البط في الفيديو اللي فات، لو حد اتفرج عليه ولو ما كانش رجعوا له هتلاقوا ان تربيه البط ال 35 بطه بتكلف 35,000 جنيه. عشان تربي نفس العدد ده من الفراخ ويوصل هتوصل ل 45 و50,000 عشان توصل لنفس معدل الارباح دي، بل ان انت عندك مخاطر كتير في تربيه الفراخ البيضاء. ودلوقتي احنا وجدنا لكم بديل لتربيه الفراخ البيضاء، واتكلمنا في فيديو قبل كده على 3 بدائل للفراخ البيضاء اللي هو الساسو والجميزه والبط الابيض اللي هو الفرنساوي العادي. ودلوقتي بنقول لكم الناس اللي عاوزه تعملها كنوع من انواع الاستثمار او مشروع عندها وهي مشغله، ما توقفش شغلك. الفراخ غلي تحول على البط، وبقول لك لو البط غلي ارجع تاني للفراخ، ولو ده وده غلي ربي فراخ بلدي. يعني ايه انت عاوز تعمل مشروع كدعم ليك او حاجه ليك، وال100 بطه تقدر يعني تربيهم وتشتغل عليهم من غير اي مشاكل ومفيش اي مشكله خالص. ودلوقتي احنا وجدنا لكم يعني ايه او وجدنا بديل للفراخ، ووجدنا بديل حتى لو انت عاوز تعمل مشروع، لو انت عاوز تعمل مشروع بدل الفراخ عندك المشروع وعندك البدايل، وتوكلوا على الله ومحدش يوقف تربيه، لان الاسعار كده في اللحمه هتغلى جدا جدا جدا. فكله يفضل شغال مفيش مشكله، ونحافظ على الانتاج ونحافظ على الشغل بتاعنا، وربنا يصلح حال الجميع. ولو عجبكم الفيديو بقى نعمل لايك
على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه طيور مع الحوش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.